عمرك سألت نفسك ليه كشري الشارع طعمه غير أي كشري بيت؟ لا والله ليه يا تيتا؟ السر في التقلية والبهارات الطازة زي كده. خلاص فهمت، يلا نجرب. طب أنا بعمله بكل المكونات، رز، مكرونة، عدس، صلصة، وبرضه مش نفس الطعم. طب بتعملي ايه في البصل؟ بقليه وخلاص. اهو هنا السر. البصل لازم ياخد وقته على نار هادية لحد ما يبقى دهبي غامق، مش محروق ومتستجليش عليه. طيب يا تيتا. بالظبط كده. طب والصلصة؟ أنا بحط طماطم وخلاص. لا يا حبيبتي، الصلصة دي روح الكشري، لازم تتسبك وتتظبط بالثوم والخل والشطة وتتساب لحد ما تمسك نفسها. خلاص فهمت. يعني الموضوع كله وقت؟ زمان كنا بنطبخ واحنا مبسوطين، مش مستعجلين؟ مش مستعجلين نخلص وخلاص. بس إحنا حياتنا سريعة، مين عنده وقت لكل ده؟ عشان كده الأكل بقى بلا طعم، اللي يتعمل بسرعة، يتاكل بسرعة وينتسي بسرعة. الكشري مش سره في العدس ولا المكرونة، سره في التفاصيل الصغيرة وفي القلب اللي بيطبخ. خلاص فهمت يا تيتا. عشان يا بنتي الكشري مش أكلة وخلاص، ده حكاية عمرها سنين، حكاية سنين. أيوة يا حبيبتي. واضح إني كنت بعمل كشري بس من غير روح. قولوا لنا بقى ايه اكتر حاجه بتحبوها في الكشري؟ أنا بحب كل حاجة فيه، بس جربتوا تطبخوا على نار هاديه قبل كده؟ النتيجة أحسن بكتير. طبعا كل حاجه لها وقتها. لو عجبك الفيديو صلي على النبي ودوسي لايك، واشتركي في قناتي وصفاتي مع ريهام. الكشري طعمه حلو قوي. أنا بحب أكل الكشري معاكي يا تيتا.